قلت افتح الفريزر ابص فيه، عايزه اعمل اكل، ما لقيتش غير بانيه وطبق سجق. قلت لا ما بديهاش بقى، وشويه عيش طبعا. قلت ما بديهاش بقى، لازم انزل اجيب حاجه الشهر بتاعتي وابدا اعمل التفريزات اللي انا بعملها كل شهر. رحت نازله متشملله كده، ورحت جايبه كيلو ونص مفروم وكيلو لحمه قطع. وقلت يا بت ايه، اقعدي كده واستهدي بالله وابدأي اعملي التفريزات اللي انت بتعمليها. فقلت هاخد من كل طبق ربع كيلو، وهعمل اصناف كتير قوي من الكفتة، بحيث ان انا احطها في اطباق واشيلها، ولما احتاج اطلع. انا بجيب لحمه برازيلي مش بجيب لحمه بلدي، لان انا حواليا هنا مفيش جزار كويس اعرف اجيب منه لحمه. فانت لو حواليكي جزار بتتعاملي معاه هاتي لحمه بلدي مفيش مشكله. بس هي بيبقى الفرق مثلا حاجه بسيط يعني 50-60 جنيه يعني. المهم هنا كنت سلقت بطاطسايه، قلت هعمل ايه، كفتة داوود باشا. فطبعا ضربت